السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هجمة مرتدة. وسريعا كده هنتكلم في شوية نقاط بسيطة خالص عن مباراة النادي الأهلي وميلودي صن داونز. مباراة العودة اللي هتبقى إن شاء الله بكرة الساعة 7 في استاد القاهرة. زي ما احنا عارفين طبعا إن المباراة الأولى في بريتوريا انتهت 0-0، والنادي الأهلي عمل جيم يعني هو مش عظيم ومش يعني كويس، هو جيم جيد، يعني جيم كويس، اللي هو انت ما ينفعش كان النادي الاهلي تخسر بره ارضك. وكمان كان جيم تكتيكي، يعني كان جيم تكتيكي رائع. والحمد لله يعني مارسيل كولر ركز معانا، وكنا اتكلمنا في الموضوع ده في الحلقة اللي قبل المباراة، وقلنا على التشكيلة، وقلنا ان احنا لازم نلعب بثلاثي دفاعي برضه عشان التأمين الدفاعي وكده، واننا لازم نستغل الهجمات المرتدة ونلعب الكرة العكسية في طرف الملعب التاني، لان هما بيعملوا تجمعات في طرف معين، الطرف اللي بيبقى عليه معاه الكورة مثلا او في الكورة، فالناحية التانية بتبقى فاضية، فلازم نلعب الكرة العكسية. وكمان كنا اتكلمنا عن الكور الطويلة في ظهر المدافعين، وان الدفاع بتاعهم سيء جدا على مستوى التمركزات وبطيء جدا على مستوى الارتداد واللعب في عمق الملعب، لان هم بيتقسموا نصين، نص مع الدفاع 5 لعيبة بيبقوا بيدافعوا و5 لعيبة بيهاجموا، فمنطقة نص الملعب دي بتبقى فاضية تماما. ولكن برضو صن داونز خطير على مستوى المرتدات، خطير على مستوى امتلاك الكورة، والحمد لله كولر يعني عمل جيم تكتيكي عظيم، وبدأ يعني التشكيل اللي احنا اتكلمنا فيه يعني، وده كان بديهي، يعني احنا مش بنقول ان احنا ناس جامدين ولا حاجة، لا ده البديهي، واي حد شايف المباراة او شايف طريقة لعب صن داونز وعارفه ده البديهي بتاعه. فبس سريعا، انت عندك نقطة قوة وهي عامل الارض والجمهور، وعندك نقطة ضعف ونقطة قوة بالنسبة لصن داونز، وهي افضلية الهدف خارج الارض. فاول حاجة لازم تبقى معانا بكرة وهي الضغط الجماهيري طوال المباراة، مش قبل المباراة بس، مش قبل الماتش ما يبتدي نقعد نشجع ولما الماتش يبتدي نقعد كلنا نتفرج، لا احنا عايزين تشجيع على مدار 90 دقيقة. دي اول نقطة القوة. لازم الجمهور يثبت بكرة ان استاد القاهرة فعلا استاد الرعب، وان مش سهل ان انت تلعب في استاد القاهرة وتاخد منه ولو مجرد هدف بس. دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم اللعيبة بتاعت النادي الاهلي ومارسيل كولر نفسه يبقوا فاهمين ان بكرة مباراة حياة او موت، ولازم اننا نجيب اهداف بدري، مش عايزين نستعجل على الهدف، ولكن لازم اننا نحط ده في اعتبارنا. والحاجة التانية، لازم اننا لو جبنا هدف مش نحافظ عليه ونرجع ندافع، لا احنا لازم نجيب التاني والتالت. صن داونز مش الترجي، مش الزمالك، مش بيراميدز، مش اي فريق تاني. صن داونز فريق قوي، فريق كويس، فريق على المستوى الفردي اي لعيب عنده يقدر يصنع الفارق، بغض النظر عن ان هم سيئين دفاعيا، ولكن هم على المستوى الفردي اي لعيب فيهم يقدر يصنع الفارق. النقطة التانية وهي مارسيل كولر يعني المطلوب منه ان هو يحط عصارة خبراته وامكانياته وقدراته التدريبية والاوروبية والافريقية وكل اللي هو عمله في مسيرته في المباراة دي، ولازم نكسب بنتيجة كويسة، لازم نكسب بهدفين او اكتر، لازم تنزل تجيب جول في الاول وتعزز بتاني، ولو تعرف تجيب التالت تجيبه. النقطة اللي احنا لازم نعمل لها حساب وهي اننا نتلقى هدف، مش لازم اطلاقا اننا نتلقى هدف، ومش لازم اننا نتلقى هدف او يجي فينا هدف. يبقى لازم نعمل الحاجات الآتية. اولا لازم نضيق المساحات في الضغط، لازم نقابل من التلت التاني للملعب والمساحات تكون قريبة من بعضها، لازم ان انت ما تسمحش للعيبة صن داونز ان هي تتناقل الكورة زي ما بتعمل، لان هم بيلعبوا بره ارضهم بشكل كويس جدا وبينقلوا الكورة وبيعملوا كل اللي هم عايزينه، فلازم ان انت ما تسمح لهمش ان هم يعملوا الكلام ده. الحاجة التانية بقى، لازم ان انت تضغط عليهم وما تسمحش بالتسديد، لان زي ما احنا عارفين لعيبة صن داونز بيسددوا من اي مكان في الملعب وباي وضعية، وبيسددوا كويس جدا، واكتر واحد عارف كده هو محمد الشناوي. ده العنصر التاني اللي احنا لازم نخاف منه، يعني محمد الشناوي، لان هو بيجي في المباراه دي وبيعمل حاجات غريبه، فنتمنى الثبات على المستوى ان هو يكون كويس، ونتمنى من مارسيل كولر ان هو يفتح دماغه معانا، يعني ايه يشغلها معانا كده. ايه اللي النادي الاهلي يعمله عشان يكسب؟
دي الكلمة المهمة بقى اللي عايزين نبتدي. أول حاجة كرات طويلة خلف المدافعين، هجمات مرتدة، تغيير اتجاهات اللعب أو تغيير الملعب، لعب على الناحية العكسية. تاني الحاجة بقى اللي احنا ما بنستغلهاش وهي الضربات الثابتة والكرات العرضية. لازم تستغل الركنات يا جماعة. صن داونز ما فيهمش غير 3 لعيبة بس هم اللي فوق ال 180 سنتي يا جماعة. عيب لما يكون لينا هناك أكتر من 3 ركنيات وما يجيش منهم ولا واحدة جون وتتلعب غلط، كلها تتلعب غلط. عيب لما يكون لينا فاولات على حدود المنطقة وتتعمل بالشكل ده. أنا اتبسطت جدا من الفاول اللي لعبه إمام عاشور لأشرف داري ولكن كان أوفسايد، والفاول اللي بعدها برضه ده كان يعني كانت الطريقة كويسة، لكن لازم اللعيبة تتمرن أكتر من كده وخصوصا في الركنيات. صن داونز تمركزاته في الركنيات كارثية بمعنى الكلمة، لأن هم بيقفوا كلهم دفاع منطقة، محدش بيمسك حد، مفيش مان. فيعني الموضوع سهل جدا بالنسبة لنا في الكرات سواء في المرتدات أو في الكرات العرضية. ارتدادهم في المرتدات ارتداد بطيء جدا، المدافعين عندهم بطيئة وتمركزاتهم سيئة جدا. فالمطلوب من مصطفى العش ومحمد هاني، ويعني نتمنى ان محمد هاني فتح دماغه معانا، ان هم يرفعوا من اي مكان في الملعب. ارفع الكوره وانت عندك جراديشار او وسام، اشرف بن شرقي، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، الثلاثه كلهم بيلعبوا بدماغهم. كل الناس دي بتلعب بدماغها. المفروض اننا نتمرن على الرأسيات. الحاجه التانية ان هم عندهم لما بتكون ضاغط على ناحيه في الملعب قلب الملعب بيبقى فاضي، فالمفروض ان انت تلعب الكوره على المنطقه بتاعت قلب الملعب وتسدد. اللعيبه اللي عندك لازم تبقى متمرنه على التسديد. ايه اللي النادي الاهلي المفروض يعمله عشان يكسب بكره ويطلع بنتيجه كويسه؟ وهي موضوع مش هيختلف كتير عن تشكيله الذهاب يعني، لان انت لازم تحافظ على تقارب الخطوط، ويعني دي نقطه لازم مارسيل كولر يكون واخد باله منها يعني. فالتشكيل اللي اتمنى ان النادي الاهلي يلعب بيه، هو انا ما اتمناش اولا ان انا اشوف محمد هاني في الملعب بغض النظر بقى عن اي حاجه خالص، لكن ما اتمناش ان اشوفه في الملعب، ولكن نابل يد حيله ما فيش غيره. يعني ما فيش غيره بيلعب، ما فيش غيره في المنطقه دي، فخلاص بقى امرنا لله وربنا يسترها وربنا يهديه. ده اللي اقدر اقوله، ربنا يهدي محمد هاني يعني، لانه عمل كوارث في الماتش اللي فات، بس ما علينا يعني، ما اختلفناش. اتمنى ان يعني التشكيل هيبقى 3-4-3. ده اول حاجه. الثلاثه المدافعين اشرف داري، ياسر ابراهيم، ارام ربيعه، مش عليهم اختلاف، محمد هاني ومصطفى العش. قدامهم احمد رضا، واتمنى ان اشوف تطور في المستوى اكتر من كده، مروان عطيه، امام عاشور، اشرف بن شرقي، وجراديشار. لازم اننا نبدا ضاغطين، لازم الجمهور يشجع، لازم اننا نلعب عرضيات، واللعيبه اللي عندنا كلها بسم الله ما شاء الله كلهم بيعرفوا بيجيدوا ضربات الراس، مع اننا ما نجيبش منها اهداف بس ما علينا يعني نتمنى تحسن في المستوى، نتمنى ان يكون بكره في اداء كويس. مفيش غير كده، كرات خلف المدافعين، تسديدات من بره المنطقه، لعب بعرضيات، كرات ثابته. ده فريق صن داونز، ولكن نكون حذرين يا جماعه على مرتدات، تسديدات، اختراقات من العمق. لازم النادي الاهلي يتحرك ككتله واحده بتتحرك زي الماتش اللي فات، ولكن احنا لازم نهاجم المره دي. لو جبنا هدف ما نرجعش ندافع، لازم نجيب التاني ونجيب التالت، ما ينفعش نرجع ندافع. لو دافعنا قدام صن داونز هنخسر، ما ينفعش. انت مطالب وهتبقى مشدود طول ما انت الفرق هدف واحد، هتبقى مشدود لحد اخر دقيقه واخر ثانيه كمان. صن داونز زي ما قلنا على المستوى الفردي اي لعيب فيهم يقدر يصنع الفارق، فلازم عشان تتلاشى الخوف ده لازم تجيب هدف واثنين وثلاثه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله بكره نكسب. شكرا.